السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم في صندوق المعرفة. أحيانا كتير بيمر علينا مواقف بنحس إن الموقف ده بيتكرر وإنه حصل معانا كمان قبل كده، نفس الكلام أو نفس الأحداث، فبتتصدم للحظة وبنقعد نفكر ونقول الله، هو الموقف ده حصل قبل كده؟ وهو ده حلم فعلا ولا حقيقة؟ وعايز أقولك يا عزيزي إن الإحساس ده ما بيدومش كتير، يعني بيبقى عبارة عن وميض كده للحظة بيجي في أذهاننا، بتحس إن كل الكلام والأحداث متكرر وفجأة بتتلاشى وبتنسى. سمعت قبل كده عن ظاهرة الديجافو أو رؤية قبل كده أو وهم سبق الرؤية؟ هو لغز حير العلماء لسنين طويلة، في فرضيات ونظريات كمان كتيرة. ففيديو النهاردة بيتكلم عن الظاهرة دي، بس قبل ما نكمل الفيديو ما تنساش تعمل اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديدنا. الديجافو كلمة فرنسية ومعناها حدث من قبل، وهو إحساسك بالألفة وتكرار الأحداث. الديجافو ظاهرة بتصيب نحو ثلثين البشر، وبالأخص ما بين سن ال 15 وال 25 سنة، والمصطلح ده بقى ظهر في القرن التاسع عشر لوصف الظاهرة التي كانت لها إشارات تاريخية منذ القرن الأول الميلادي. وأغرب حالات اتسجلت كانت في بريطانيا لشاب اسمه جان في سن 25 سنة. اتعرض جان وهو بيدرس في الجامعة لديجافو مستمر، يعني بقى عنده شعور مستمر ان كل الاحداث اللي بتحصل دي حصلت قبل كده. فهنبدأ الاول بتفسير الديني للظاهرة دي. الدين الاسلامي كقرآن وسنة ما اتكلمش عن الظاهرة دي، وبيرجع تفسيرها لاسباب علمية بحتة، بحيث ان مفيش دليل من الكتاب او السنة عن الظاهرة دي، وبتندرج تحت الآية فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وسبحان الله كده ربنا جعل الظاهرة دي شيء مبهم وغير معلوم في جسم الانسان علشان يبين له عجزه وضعفه، واللي هو مهما وصل في حاجات هيعجز عن تفسيرها ومعرفتها حتى لو في جسمه، وإن العقل وكل شيء بإيد الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العظيم. طبعا في جماعة مؤمنين بموضوع تناسخ الأرواح وإن الروح بتتنقل من جسم لجسم تاني، دول بقى ملناش دعوة بيهم. نيجي بقى للتفسيرات العلمية للظاهرة دي. بعض العلماء حاول إيجاد ربط ما بين ظاهرة ديجافو وبين بعض الأمراض النفسية كانفصام مثلا الشخصية والقلق، ولكنهم فشلوا ووجدوا إن مفيش أي علاقة بين الظاهرة دي وبين الأمراض دي، بس لقوا إن المرضى بيعانوا من الصراع وصعوبة في تفريغ الشحنات الكهربية من المخ، هم أكتر عرضة لظاهرة الديجافو. ومن التفسيرات العلمية للظاهرة دي وجود شذوذ في الذاكرة، نتيجة لأن بيحصل تشابك ما بين الأعصاب المسؤولة عن الذاكرة القصيرة المدى والذاكرة الطويلة المدى، فبيحدث ارتباك ومشاعر خاطئة تصور للشخص إن الموقف ده بيتكرر معاه. وبرضه من التفسيرات العلمية إن في جزء في مخ الإنسان هو المسؤول عن الذاكرة في وسط المخ، بيسموه العلماء الحصين أو الهيمبوكامبس، والحصين ده في جزء منه مسؤول عن الذكريات المتسلسلة، يعني اللي بتسمح إننا نفرز المواقف ونربطها بذكريات ومواقف مشابهة وكده. وأي ضرر أو مشكلة ولو لحظية للجزء ده في المخ بيخلينا ان احنا نتعرض لحالة الديجافو. من التفسيرات الشائعة للظاهرة دي ان لما بيحصل موقف قدامنا في عين بتشوف الموقف قبل العين التانية، فده بيخلي الإشارة المرسلة لأحد الفصين من المخ بتبقى سابقة التانية. ودي نظرية مقنعة شوية، بس المشكلة اللي هي أهملت شوية حاجات، منها تداخل الحواس التانية، يعني مثلا فين دور اللمس والسمع. رقم 2، لو حد مثلا بيشوف بعين واحدة، لكن النظرية دي ممكن يتقال عليها عدم توافق زمني ما بين تسجيل الأحداث ما بين فصين المخ. طبعا العلماء ما أهملوش دراسة تأثير بعض الأدوية في الحالات دي. سنة 2002 العلماء رصدوا إن في شخص لما عطوله دواء من مادة أمانتادين لعلاج بعض أعراض الإنفلونزا، الراجل اتعرض لحالة من الديجافو، وجربوه اكتر من مره، والظاهر كده ان الراجل عجبه الاحساس ده وسلمه بنفسه خالص يعملوا دراسه عليه. فالعلماء دول وصلوا ان المخ بيتاثر بالجرعات العاليه من ماده الدوبامين، وان الماده دي بتاثر على الموصلات العصبيه للمخ فبتؤدي للاحساس ده. الخلاصه بقى ان واضح كده ان النظريه دي ليها تفسيرات وتاويلات كتيره، وما اعتقدش ان في حد من العلماء هيجزم او يؤكد انها بسبب شيء معين، لانها بتحدث لحظيه وبشكل عشوائي مع اي حد فينا، وده سبب. والسبب الثاني انها مرتبطه بجانب مبهم ومظلم حتى في الدراسات الحديثة، وهي مناطق الذاكرة واللاوعي عند الإنسان. وعلشان نقول سبحان الله ونتذكر الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العظيم. ولحد كده يكون خلص موضوع النهاردة، وعلشان تتابع معانا موضوعات تانية ما تنساش تعمل اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديدنا.